بسم الله الرحمن الرحيم. أولادي وأبنائي طلبة وطالبات الصف الأول الإعدادي، أهلا وسهلا بكم مع أول درس من دروس الماث. مادة الرشاقة، مادة تشغيل الدماغ. أسهل إن شاء الله مادة عندنا السنة دي تكون هي الماث. الدرس الأول بيقول باورز اند اكسبوننت، اللي هو الريبيتد مالتيبليكيشن اللي انت درسته في سنه 6، بس بنزود شويه حاجات السنه دي لان طبعا كل ما بنكبر دماغنا بتوسع اكبر وبناخد معلومات اكبر شويه. يعني خلي بالك معايا ان شاء الله تفهم الدنيا ماشيه ازاي. باورز اند اكسبوننت، خلي بالك معايا. افتكر معايا كده زمان لما خدنا 3 باي 3 باي 3 باي 3، ايه اللي متكرر هنا على طول؟ هي 3. كنا بنكتب 3 مره واحده وبنعد السيريهات اللي موجوده 1 2 3 4. كنت بكتب 4 من فوق من ناحيه اليمين شويه، وكنا بنسمي ده بيس وكنا بنسمي ده اكسبوننت او باور. ولما كنا بنقراها كنا بنقول 3 باور 4. ودي كنا بنسميها الاكسبوننشال فورم بتاع النمبر اللي مكتوب قدامك ده. طب الطريقه دي في الكتابه اسمها ايه؟ اسمها اكسباندد فورم. يبقى انا عندي اكسباندد فورم وعندي اكسبوننشال فورم. طيب لو طلعنا الريزلت بتاعها 3 باي 3 9، 3 باي 3 9، 9 تايمز 9 ايكوالز 81. يبقى ال 81 دي اسمها سمبلست فورم. برضه لو عندي فراكشن عادي جدا، احنا كنا في سنه 5 وسنه 6 درسنا الفراكشنز. half او fifth to the power 2 equals، معناها ان الفيفث اللي هو البيس هيتكرر كم مره؟ مرتين، بس لازم يكون ما بينهم علامه الايه؟ الباي مش بلس. يبقى الباور بيكرر البيس عده مرات، بس ما بين كل رقمين بنكتب علامه الايه؟ الباي. سؤال بيقول لي write the following in the exponential form. عايز يخلي النمبرز اللي قدامي دي على شكل بيز وباور، على شكل بيز وباور زي الايه اللي انت شفتها قبل كده اللي هي 3 باور 4. طيب في الكالكوليتور بتاعتي بتجيبها على طول. بنكتب على الكالكوليتور اللي هي اف اكس 991 او 570، وبنكتب النمبر 625، وبندوس على علامة شيفت وبندوس على المفتاح اللي فيه كومات ديجري ومينت وسكند بتاع الترم الأول مكتوب عليه فاكتورايزيشن، هيجيبها لي على طول 5 باور 4. يبقى احنا ممكن نعملها فاكتورايزيشن بايدينا. ال 625 عباره عن 25 تايمز 25، ونعمل فاكتورايزيشن لل 25 5 باي 5، وال 25 الثانيه هنعمل فاكتورايزيشن ليها 5 تايمز 5، يبقى 625 عباره عن 5 متكرره 4 مرات، يبقى 5 باور 4. ال 81 برضو بالكالكوليتور هنكتب 81 ونضغط على المفتاح اللي هو شيفت وديجري مينت سكند، هيديني 3 باور 4. لاحظ هنا ان البيز عندي 3 والباور عندي 4، يعني ال 3 لو اتعملت نفسها تايمز نفسها 4 مرات الريزلت بتاعها هيكون 81. طيب 72، نكتب 72 على الكالكليتور ونضغط على المفتاح شيفت ديجري مينت سكند، هيجيبها لي 2 باور 3 تايمز 3 باور 2. لاحظ ان 72 هنا ممكن احنا نجيبها من غير كالكوليتور، لها رقم بسيط شويه. 72 عباره عن 8 تايمز 9. ال 8 ممكن نفكها 2 تايمز 4، وال4 ممكن نفكها 2 تايمز 2، يبقى ال 8 لوحدها تبقى 2 3 مرات 2 باور 3. طيب وال9 ممكن نخليها 3 تايمز 3 او 3 باور 2، يبقى 2 باور 3 تايمز 3 باور 2.
امتى بنستعمل الطريقه ديت في كتابه النمبر في الاكسبوننشال فورم؟ لما بيقول لي حول السمبلست فورم بتاع النمبر او الستاندرد فورم بتاع النمبر، حوله الى اكسبوننشال فورم بشرط ان يكون البيس بتاعي انتجر نمبر او برايم نمبر، يكون انتجر او برايم نمبر. يبقى الكالكوليتور بتجيبها لي بشكل فاكتورايزيشن على البرايم فاكتورز، 5 برايم، 3 برايم، 2 برايم، 3 برايم. طيب علشان نخلص من الدرس بسرعه ونكون فاهمينه برضه، هناخد 2 laws of multiplication and division. لما بيكون عندي a to the power m times a to the power n، هنلاحظ هنا ان الاي موجوده مرتين، البيس متكرر مرتين، وما بين البيس والبيس علامه باي. هنكتب الريزلت ازاي؟ هنكتب الاي مره واحده بس، ونعمل ايه في الباور اللي عندي؟ هنعمل الباور بتاعي بلس. سؤال بسيط على الكلام ده، هو بيقول لي half to the power 3 times half to the power 4. اللي متكرر مرتين هو مين؟ الهاف، وفي علامة باي، يبقى هنثبت الهاف زي ما هو، ونعمل ايه في ال3 وال4؟ هنعملهم بلس، يبقى الهاف بتاعي باور كام؟ 7. كده كتبناها على شكل اكسبوننشال فورم، ولو عايزين نجيب السمبلست فورم ممكن نحطها بالكالكليتور والكالكليتور هتحسبها لنا. نمبر 2 الديفيجن لو. يبقى انا عندي المالتيبليكيشن لو والديفيجن لو، لو فهمناهم كويس اللي باقي هيكون ملاحظات بسيطه نقدر نلمها مع بعض في 5 دقايق ان شاء الله. a to the power m divide a to the power n. ملاحظين برضو ان البيسز لايك متشابهه، هنثبت واحده منهم في الانسر، ونعمل ايه في الباورز؟ m minus n. يبقى في حاله الديفايدد بنعمل ايه في الباور؟ ماينس، بس اهم حاجه عندي البيسز تكون ايكوال لبعضيها. وفي حاله الباي بنعمل ايه في الباورز؟ بنعمل بلس. يبقى في الباي بنحول الباورز لبلس، وفي الديفايدد بنحول الباور الى ماينس. سؤال بسيط على الديفيجن لو، اللي هي 5 باور 8 ديفايد 5 باور 6. هنثبت ال 5 اللي هي جايه عندي مرتين، ونعمل لل 8 وال 6 ماينس، هيبقى الريزلت بتاعنا 2، يبقى البيس 5 والباور 2. وممكن المساله تكون جايه لك بالشكل ده، 5 to the power 8 divided على شكل fraction bar 5 to the power 6 equals 5 مره واحده لان ال 5 موجوده مرتين وفي النص fraction bar يعني divided. هنعمل 8 minus 6 هيساوي 2، يبقى الريزلت بتاعي 5 باور 2. ولو حبينا نحسبها في السمبلست فورم هتطلع معانا 25. ورجعنا لكم تاني يا اولاد بعد ما اخدنا بريك شويه كده صغيرين على بعض الملحوظات اللي على الدرس ده. ان شاء الله بعد ما تفهمهم كويس يبقى احنا كده جاهزين نحل مع بعض اكسرسايزز ونبقى زي الفل. الملحوظه الاولى A باور 2 معناها ان الاي هتتكرر مرتين عشان الباور 2، وفي النص ما بينهم علامه الايه؟ الباي. طيب لو A باور 1 دي معناها ان الاي موجوده مره واحده بس. نفهم من كده ايه؟ ان النمبر بتاعي لو مش عليه باور احنا بنكتب له باور 1. يبقى لو اتنسى الباور ما اتكتبش 2 او 3 وكتب البيس بس يبقى الباور بتاعه كام؟ 1. الملحوظه الثانيه بيقول لي 3 باور 4 معناها ايه؟ بالكالكليتور هنحلها نطلعها في السمبلست فورم او في الستاندرد فورم بتاع النمبر، هتطلع معانا 81. 3 باور 3 يعني 3 باي 3 باي 3 27. 3 باور 2 يعني ايكوال 3 تايمز 3 ايكوال 9. 3 باور 1 ايكوالز 3 بس زي ما خدنا في الملحوظه الاولى. طب 3 باور 0، لاحظ هنا ان الباور كل مره بيقل 1، بينقص 1. كان 4 بقى 3 بقى 2 بقى 1 بقى 0. طيب ايه اللي بيحصل في الستاندرد فورم بتاع كل مره او السمبلست فورم؟ ال 81 بقت 27 اتعمل لها ديفايدد 3. ال 27 بقت 9 اتعمل لها ديفايدد 3.
ال9 بقت 3 اتعمل لها ديفايدد 3. يبقى انا عشان اجيب الريزلت بتاع 3 باور 0 هنعمل 3 ديفايدد 3 الريزلت ايكوال 1. يبقى النمبر 3 باور 0 ايكوالز 1. مش بس ال 3 بقى، اي نمبر باور 0 سواء كان بوزيتيف او نيجاتيف، اي نمبر باور 0 ايكوال 1. ولان الزيرو بتاعي مش بوزيتيف ومش نيجاتيف يبقى 0 باور 0 مش هيطلع لك ريزلت 1 ابدا. يبقى كل النمبرز باور 0 الريزلت بتاعها بيكون 1 ما عدا الزيرو باور 0 الريزلت بتاعها نوت ايكوال 1. طب كام يا مستر بالظبط؟ ان شاء الله لما تكبر وتوصل للمرحله الثانويه هتعرف قيمتها ان شاء الله. طيب لو اخذنا 3 باور نيجاتيف 1، لان احنا زي ما اتفقنا كل مره بننقص 1. كان 4 3 2 1 0 يبقى اللي عليه الدور مين؟ نيجاتيف 1. هناخد ال1 ونعمله ديفايدد 3. 1 ديفايدد 3 ايكوال 1 اوفر 3، ومش هنحولها لديسيمال او مش هنفكها بالاس دي اللي هي على الكالكليتور، هنسيبها زي ما هي كده. الاخيره دي محتاجه منا وقفه صغيره. هو ايه اللي حصل في ال3؟ اللي حصل في ال3 كانت باور نيجاتيف 1 بقت 3 باور 1. الله، طب بس كده وخلاص ولا مكانها اتغير؟ ازاي يا مستر مكانها اتغير؟ ال3 اللي قدام حضرتك دي ممكن نخليها 3 اوفر 1، لان اي نمبر ما عندوش دينومينيتور بنكتب له دينومينيتور كام؟ 1. يبقى 3 نزلت لتحت وال1 طلع لفوق، يبقى احنا عملنا ريسيبروكال للبيس اللي هو 3 اوفر 1، عملنا له ريسيبروكال بقى 1 اوفر 3. بس كده؟ لا، ده احنا عكسنا الساين بتاع الباور من نيجاتيف 1 بقى بوزيتيف ايه؟ 1. يبقى 3 باور نيجاتيف 1 ايكوال 1 اوفر 3. طب لو 3 باور نيجاتيف 2 الانسر هيكون 1 اوفر 3 برضو. هنعكس ال 3 بدل ما هي 3 على 1 تبقى 1 على 3، بدل ما هي نيجاتيف 2 هتبقى باور 2 وممكن نحسبها على الكالكليتور 1 اوفر 3 باور 2 ايكوال كام؟ ايكوال. الملحوظه الثالثه في الدرس بتاع النهارده واضح قدام منك، في البيس بتاعي نيجاتيف 4 والباور بتاعي 2. هنا البيس بالنيجاتيف والباور بتاعي ايفن. تفتكر الانسر هيطلع بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ تعال نشوف الاول يعني ايه نيجاتيف 4 باور 2. معناها النيجاتيف 4 معموله باي نفسها مرتين 2 تايمز. نيجاتيف 4 تايمز نيجاتيف 4 ايكوالز كام بالكالكليتور؟ ايكوالز 16. الاجابه طلعت بالايه؟ بالبوزيتيف. يبقى مهما كان البيس نيجاتيف او بوزيتيف طالما الباور بتاعي ايفن يبقى النيجاتيف دي ما عادش لها لازمه خلاص، الاجابه هتطلع 16 بالبوزيتيف. طيب لو كان البيس بالنيجاتيف والباور بتاعنا اود يبقى هنفك النيجاتيف 4 ثلاث مرات. نيجاتيف 4 تايمز نيجاتيف 4 تايمز نيجاتيف 4 ايكوالز بالكالكليتور نيجاتيف 64. الانسر طلع معايا بالايه؟ بالنيجاتيف. ده معناه ان النيجاتيف مش هيتاثر بالباور لما بيكون اود. النيجاتيف بينزل الاول، يعني النيجاتيف اللي من هنا بنكتبه في الانسر، وال4 باور 3 معناها 4 باي 4 باي 4 ايكوال 64. يبقى لما بيكون عندي البيس بتاعي نيجاتيف الباور بتاعي ايفن الاجابه بوزيتيف، الباور بتاعي اود الاجابه بتكون بالنيجاتيف. طيب لما ايه الفرق ما بين نيجاتيف 4 باور 2 ونيجاتيف 4 باور 2؟ واضح ان في هنا حاجتين في البيز موجودين عندي. ايه الحاجتين؟ النيجاتيف لوحدها والفور لوحدها، هم كلهم عليهم باور 2. يبقى الاجابه هتكون بوزيتيف 16. 4 باي 4 ايكوال بوزيتيف 16. اما هنا مين اللي عليه باور 2 بس؟ الفور لوحدها هي اللي عليها باور 2. يبقى النيجاتيف هنثبتها زي ما هي لانها مش هتتاثر بالباور لانها مش جوه مع الباور 2، والفور باور 2 معناها 16. يبقى اذا في فرق ما بين ان النيجاتيف والفور هما الاثنين يكونوا باور 2 والفور بس هي اللي تكون باور 2.
كده كده هنثبت النيجاتيف هنا ونعمل 4 باور 2 4 باي 4 16. اما هنا النيجاتيف هتتشال عشان الباور اما اثر عليها هيخليها بالبوزيتيف، يبقى نيجاتيف 4 باور 2 غير نيجاتيف 4 باور 2. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.